احقر اتنين ممكن تسمع عنهم. كوكب 30 سنة وعاشقها طارق 34 سنة. اما دي بنتها الطفلة جنى هاني اللي اتقتلت على ايد امها بمساعدة عاشقها. القضية دي هي واحدة من ابشع الجرائم 2022. بتبدأ القصة بكوكب الشهيرة بولاء، متجوزة من حوالي 14 سنة من هاني، وعندهم بنتين، الكبيرة جنى والصغيرة فرح، عايشين في شقة منفصلة في بيت العيلة. ومن أول يوم زواج لكوكب وهي قافلة بابها على نفسها، يعني ما بتكلمش حد من باقي عيلة الزوج، لأنها ولا عايزة حد يعرف عنها حاجة ولا حد يقول لها بتعملي إيه. ولأن أهل الزوج عايزينه سعيد ومبسوط، فكانوا بيقولوا مش مهم علاقتها بينا، المهم إن ابنهم سعيد. وتعدي السنين والحقيقة إن الزوج ما كانش مبسوط من كتر المشاكل اللي مع مراته واللي بتعملها معاه من ضغط الالتزامات، رغم انه كان تاجر كبير. ده غير كمان اسلوبها وطريقتها معاه. والزوج مستحمل وصابر علشان خاطر بناته، وحياتهم كانت عبارة عن مرة كويسة و10 مشاكل، لحد لما الزوج توفى عام 2021. ومن اللحظة دي كوكب ما كانش حد بيقدرها، حصان جامح مش عايزة حد يقول لها بتعملي ايه. معداش شهر على وفاة الزوج، وكل يوم والتاني خروج بره البيت في اوقات غريبة، ده غير تأخير بالليل وما ترجعش الا في وقت متأخر جدا. وللأسف بتكون سايبة بناتها طول اليوم لوحدهم في الشقة. لونت هدومها وغيرت الاسود قبل جوزها ما يتم ال40، ده غير المكياج اللي كانت بتحطه. ولما حد من اهل الزوج اللي عايشين معاها في نفس العمارة يقول لها اللي بتعمليه ده غلط، انت عندك بنات وجوزك لسه ما كملش ال40، كوكب ما تهتمش بكلامهم، لحد لما الناس بدأت تتكلم ويقولوا انها ما صدقت جوزها يموت علشان تلف على حل شعرها. وطبعا الكلام ده وصل لأهل الزوج اللي وقفوا الكوكب وقالوا لها ان مش معنى ان اخوهم مات انها تتصرف براحتها. اما بخصوص البنات والبيت فهم متكفلين بكل حاجة، بس تلتزم في بيتها والخروج يكون بحساب. كوكب لقت نفسها انها مش هتقدر تقف لوحدها قصاد اهل جوزها، فعملت معاهم مشكلة كبيرة، لانها شافت بالطريقة دي انهم عايزين يتحكموا فيها، وقالت لهم انها تسيب الشقة وهتاخد بناتها وتعيش في بيت اهلها. وبالفعل ده اللي حصل، وكوكب اخدت بناتها وراحت علشان تعيش في بيت ابوها، وتحديدا مع امها اللي عايشه لوحدها. واستمرت كوكب في تصرفاتها وخروجها المتكرر ورجوعها لبيت اهلها في اوقات متاخره. وطبعا نفس الكلام ده ما عجبش الام، وقالت لها انها الست اللي لسه جوزها متوفي ما كملش شهرين وكلام الناس كتير، وتقعد تربي بناتها بدل ما هي سايباهم طول الليل والنهار لوحدهم. في الوقت ده اهل الزوج كانوا بيشوفوا بنات اخوهم ويطمنوا عليهم، بس ما يقدروش يعملوا حاجه لان الام هي اللي المفروض مسؤوله عنهم. ومع تصرفات كوكب الغريبه الجيران بداوا يتكلموا عليها ان مشيها مش كويس. فالام اخدت موقف وقالت لكوكب انهم طول عمرهم عايشين بسمعتهم الطيبه وسط الناس، علشان كده الام طردتها من البيت. كوكب بتتهمهم كلهم انهم عايزين يتحكموا فيها، علشان كده بعد شهر واحد بس من وجودها في بيت ابوها بتروح تتأجر شقة في المطرية، وما بتعرفش اي حد عنوان الشقة دي سواء من اهل الزوج علشان يطمنوا على البنات او حتى اهلها. وبعد ما بتعيش فيها هي وبناتها، هنا بيظهر شاب اسمه طارق 34 سنة، واللي في الصورة ده بيبدأ يتردد عليها في الشقة. ومن جحود كوكب انها كانت بتدخل بناتها الغرفة وتقفل الباب عليهم طول اليوم، لحد لما تخلص مزاجها ووقتها مع طارق وتفكر بعد كده تفتح لهم الباب وتشوف احتياجاتهم. وبعد فترة بسيطة وتقريبا اقل من اسابيع الجيران بدأوا يسألوا مين الشخص ده، لانهم عارفين ان جوزها متوفي وعايشة لوحدها مع بناتها. فكوكب قالت لهم ان ده جوزها الجديد. ومن اللحظة دي وطارق بقى مقيم معاها في الشقة بالايام، لكن البنات لحد دلوقتي ما يعرفوش مين الشخص ده. ولما البنت كانت بتسأل مامتها مين ده، كوكب كانت بتمد ايدها عليهم علشان ما يسألوش تاني. ده كمان كانت بتشجع عشيقها انه يضربهم لو واحدة فيهم غلطت، وطلبت منها اكل او حتى تدخل الحمام في الاوقات اللي هي بتكون فيها مع عشيقها، لان البنات مفروض انهم محبوسين في غرفتهم ومفيش خروج منها، لان كوكب وعشيقها وقتها بيكونوا قاعدين في باقي الشقة براحتهم. ومع كل سؤال او طلب للبنات من الام كانت بتخلي العشيق هو اللي يتعامل، يطفي السجاير فيهم ويضربهم ويلسعهم بالمعلقة بعد ما يسخنها على النار، لحد لما الجيران كانوا بيسمعوا صرخاتهم. ولما الجيران كانوا بيتدخلوا كوكب تقول لهم مالكمش دعوة، ده زي أبوهم وبيربيهم. وده اللي شجع العشيق إنه يتمادى في اللي بيعمله، لدرجة إنه بقى بيتلذذ بصوت صراخهم. وللأسف كوكب كانت قاطعة أخبارها نهائي هي وبناتها عن أهل الزوج. ولما بيروحوا الأم كوكب يسألوا على عنوانها علشان يشوفوا البنات، الأم بتقول إنها ما تعرفش حاجة عن كوكب ولا عايزة تعرف، لحد يوم الواقعة عام 2022، وتحديدا بعد 7 شهور من علاقة كوكب بالعشيق في الشقة الإيجار. العشيق موبايله ضاع
فاتهم جنى البنت الكبيرة إنها هي اللي سرقته، ولما البنت قالت له إنها ما شافتوش العشيق ما صدقهاش وفضل يضرب فيها بسلك الكهرباء، والأم تقول له اضرب كمان علشان تربيها، وده شجعه إن يجيب المعلقة السخنة ويسخنها ويلسعها بيها، وهي تحلف إنها ما تعرفش موبايله فين ولا شافته. فالأم بكل جبروت بتديله المقشة علشان يضربها بيها. العشيق بيجيب حبل ويربط إيدها ورجليها لحد لما بيكسر المقشة على راسها وباقي جسمها، ولما هي بتصر إنها برضه ما تعرفش الموبايل فين بيجيب الملة الخشب بتاعت السرير ويفضل يضربها بيها لحد لما بيكسرها عليها، ووسط صراخها الجيران بخبطوا على الباب علشان ينجدوها، بس كوكب ما بتفتحش الباب، فالجيران بخبطوا جامد لدرجة انهم كانوا هيكسروا الباب. كوكب بتفتح الباب وبتطلع تزعق لهم وتشتمهم، وبكل جبروت بتقول لهم كل واحد يخليه في حاله، ولو ما بعدوش عنها هتطلب لهم الشرطة وتقول انهم بيتهجموا عليها، وبتقفل الباب في وشهم. وقتها الجيران ما بيعرفوش يتصرفوا ازاي فبيسكتوا، وللاسف بتستمر وصلة الضرب لحد لما هي فقدت انفاسها تماما. وفي اللحظة دي الام بتخاف لا تقع في ورطة وجنى يكون حصل لها حاجة وماتت، فبيفكوها بسرعة وبتاخدها هي والعشيق للمستشفى، وبيقولوا انها وقعت من على السلم، لكن جنى كانت جايه ميته اصلا. ولما الدكتور بيقول لهم انها ماتت الام والعشيق بيحاولوا يهربوا، بس الدكتور بيبلغ امن المستشفى انهم يتحفظوا عليهم، وبالفعل بيقدروا يمسكوهم لحد لما رجال الامن يوصلوا. التقرير المبدئي كان جروح قطعيه وجروح وخدوش نتج عنها هبوط حاد في الدوره الدمويه ادت للوفاه. بيتم القبض على كوكب والعشيق واعترفوا على الواقع بالكامل، والسبب ان موبايل العشيق ضاع. النيابه بتتحفظ على البنت التانيه فرح، وبيتم الاتصال بعمهم وتسليم جثة جنى والبنت الصغيرة فرح للعم. وفي عام 2023 الأم اتحكم عليها بالسجن المؤبد 25 سنة والعشيق إعدام. للأسف جنى كانت ضحية أم مشيت ورا شهواتها وقذراتها علشان ترضي عشيقها ورغباته، ضحت بأغلى حاجة عندها وبرضه خسرت كل حاجة. ربنا يرحم جنى ويتولى أختها فرح.